يلا خلينا بالحياة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغفرهم من ذنوبهم بالماء والثلج والبرد. آمين. شوقي خليل محمد أبو دقيق وأخونا أبو بسام، الإخوة الاثنين المتوفين رحمة الله عليهما، إخوة فلسطينية. مطلوب مننا يا إخوة إن شاء الله نحن نسامحهم وندعو لهم بالإخلاص، وندعو الله سبحانه وتعالى. أخونا صلاح الرماحة أبو شوقي أبو بسام، فمن كان له دين على أحد الرجلين فيطالب أهله وهم يبرئون ذمته من أي ديون ومن أي الحقوق ويطلبون من الناس المسامحة، فسامحوهم سامحكم الله جميعا، فليعفوا وليصفحوا. اللهم اغفر لنا ولهم جميعا وسامحناهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة الجنازة إخواني 4 تكبيرات. استقيموا لصلاة الجنازة أحسن الله إليكم. 4 تكبيرات. بعد أول تكبيرة نقرأ فاتحة الكتاب للمتوفين. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ندعو الله أن يجعلهم جميعا ويجعلنا من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذه الساعة 2:30 جنازة أبو بسام هيكون دفنها في عمري الساعة 4. المشارك هون يعني قلت لي يا حج أصدقاء كانوا؟ هم أصدقاء ما هم كل أهل هذا بدهم يرجعوا، هسه بدهم يروحوا على بال بيدفنوهم. بارك فيك. شو اسمه قلت لي؟ أبو جهاد. جهاد أبو دية. أبو دية مش أبو دية. أنا أتمنى لك الله يحفظك، الله ييسر لك كل هذا العمل اللي كتعمل، الله يجعله في موازين حسنات، لأنه بتعمل بدون مقابل. هذا هو اللي مميز، مش مثل الناس الأخرى لما تشتغل بتاخذ دراهم ولا بتاخذ كورونا عليها، أما أنت بتشتغل في سبيل الله. اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب. آمين. كله آمين. طبعا أنت اليوم سعيد جدا إنك أنت كمان كسبت جبال من الحسنات. معقولة عبر هاي المحطة. والله جزاك الله خير على هذه المعلومات اللي بتعطينا، لأنه في زناجات كثيرة وتكون في أماكن مختلفة مثل فيسباين ولا مسجد الإمام مالك ولا هنا بالوقف الاسكندنافي أو بالمركز الثقافي. صحيح. وكل ساعة الحمد لله أنت متابع معهم وتتابعهم وبتعطينا أخبار عن كل شيء. كل حالات تكفيني إنه محبة رب العالمين الذي اختارني على أن أقوم بهذا العمل. الحمد لله لوجه هذا من ربنا، لأن الله يرزق الإنسان والإنسان ما بيرزق هذه الأشياء. تشتغل في سبيل الله الحمد لله. واحد أعطاه الله علشان يشتغل وينظف المسجد، مش كل واحد أعطاه هذه المهمة الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يختار العبد يختار ويعطيه المهمة علشان يرزقوا فيها الثواب ويرزقوا فيها حسنات وكل شيء. وناس أخرى وجوه يومئذ ضاحكة ووجوه مسفرة وضاحكة ومستبشرة. اللهم اجعلنا منهم ومن رواد صلوات الفجر في المساجد، اللهم آمين. أيها المشاهدون الكرام، مشكور الأخ عبد الصمد في هذه الإيضاح وهذه يعني الثناء على أبو الأمين، وأنا لن يعني أسأله ماذا يقول، وإنما كما يشاهدون الناس أن أبو الأمين دائما حينما حمل المايك وحمل جهازه البسيط
جعل من كل ضواحي مملكة الدنمارك أن يعرفون من هو أبو الأمين المراسل الذي يخدم أبناء الجالية العربية والإسلامية. شيعنا اليوم جنازتين، وباليوم الجمعة الماضي أيضا جنازتين، وكل يوم في خلال الأسبوع 6 جنازات، غير الأحداث اللي بتصير والحوادث السير والقتل. كما تستمعون من هذه المحطة حينما نبث إليكم عبر الميدان ماذا يجري حول أبناء الجاليات العربية والإسلامية. جنازة جهاد أبو ديع بعمر يعني يتراوح 72 سنة، وجنازة صلاح الرماح بعمر 79 سنة كما علمنا من أحد أبنائه أبو جهاد. طبعا رحمهم الله ورحم الله موتانا وموتى المسلمين جميعا. حول أحداث في يوم أمس حينما قتل باكستانيا في اعتداء أطلق عليه النيران، وأصيبت امرأة 42 عاما و43 عاما. تمت الأخبار الدنماركية تتواصل حول ذلك، حيث انتشر الأمن بكثافة لردع هذه المحاولات التي يعني استمرت طيلة هذا الأسبوع، وبمعدل 4 حالات إطلاق نيران في الناربرو العاصمة الدنماركية، وأصيب العديد من الشبان والضحايا شبان، وأيضا المعتدون شبان يتراوح أعمارهم 17 عاما إلى 16 عاما، حتى يتجاوزون القانون الدنماركي. واحتمال القانون الدنماركي يصدر قرارا بإدانة الأحداث الذين يتراوحون أعمارهم أقل من 18 عاما، ويضعونهم بالسجون لحينما يكتمل أعمارهم 18 عاما، ويأخذون حكمهم. كل من يرتكب جريمة قتل لن يمر مر الكرام، بل يعاقب عليه القانون. إذا حملت بجيبك يعني عبارة عن سكين صغير أو مشرط صغير تعاقب عليه القانون 3 أشهر وغرامة ما لا يقل عن مبالغ كبيرة. فلهذا السبب كيف القتل؟ إذا تريثوا وانتبهوا على أبنائكم، ولا تنصاعوا أن يكونون قتل مأجورين. من قلب العاصمة الدنماركية أبو الأمين، المسجد الوقف الإسكندنافي كوبنهاجن، اليوم 9 من أغسطس 2024. تكملة لباقية النشرة الإخبارية يوم عملية أمس، عملية إطلاق النار، حيث أذاعت الأخبار والصحف الدنماركية ونشرت في موقع الدنمارك زوايا في الدنمارك، يعني هي تعطي أخبار دائما مترجمة بالعربي. ذكروا أنه يعني عثرت الشرطة الدنماركية على سيارة متواجد فيها قطع من عديدة من السلاح، وأيضا عبارة عن خناجر وسكاكين، وتم طبعا مصادرتها والبحث عن يعني أصحاب هذه المركبة، واحتمال أنه تم إلقاء القبض عليهم ومرتبطين بالسويد والدنمارك. هذا ما لدينا من آخر معلومات، أنه يعني عثروا على مركبة متواجد فيها قطع من الأسلحة مهربة طبعا من السويد إلى الدنمارك. والله أعلم. وبعد هذا بدنا نسحب عند صلاح. وتحت زخات الأمطار أيها المشاهدون الكرام، بقي لي أن أشكر مراسلاتنا ومراسلينا والمحرر أبو درويش على دعمنا في الأخبار العاجلة. دمتم في رعاية الله وحفظه. أبو الأمين يحييكم من أمام مسجد الوقف الإسكندنافي العاصمة كوبنهاجن. إلى اللقاء.